مرحبا بكم في تحدي أعرف الشخصية من خلال التلميحات. في هذا الفيديو سأقدم لكم 10 شخصيات أنمي، وسأعطيكم 5 تلميحات لكل واحدة. فكروا جيدا وحاولوا معرفة الشخصية قبل الكشف عن الإجابة. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ التحدي. الشخصية الأول. التلميح الأول: هذه الشخصية كانت منبوذة في طفولتها لكنها لم تستسلم أبدا. التلميح الثاني: يحمل قوة عظيمة بداخله لكنها تجلب له الكثير من المتاعب. التلميح الثالث: دائما ما يبتسم رغم الألم الذي يحمله في داخله. التلميح الرابع: يسعى لتحقيق حلمه بأن يصبح أقوى شخص في قريته. التلميح الخامس: معروف بتقنيته الشهيرة التي تعتمد على النسخ الظلي. الإجابة هي ناروتو أوزوماكي. الشخصية الثانية. التلميح الأول: عاش في عالم مسيج بجدران عملاقة تحميه من خطر كبير. التلميح الثاني: رأى والدته تموت أمام عينيه مما جعله يسعى للانتقام. التلميح الثالث: قرر الانضمام إلى الجيش ليقاتل الوحوش التي دمرت حياته. التلميح الرابع: يكتشف لاحقا أن لديه قوة لا يمتلكها أي شخص آخر. التلميح الخامس: شعاره في الحياة هو السعي وراء الحرية مهما كان الثمن. الإجابة هي إيرين ييغر. الشخصية الثالثة. التلميح الأول: يعتبر أقوى جندي في البشرية ولا يخشى أي عدو. التلميح الثاني: يستخدم أسلوب قتال سريع وحاد يعتمد على المناورة الجوية. التلميح الثالث: لديه ماضٍ قاس جعله شخصا باردا وغير عاطفي. التلميح الرابع: رغم مظهره الجاد يهتم كثيرا بأفراد فريقه. التلميح الخامس: لا يتحمل رؤية الأماكن المتسخة فهو يحب النظافة بشدة. الإجابة هي ليفي أكرمان. الشخصية الرابعة. التلميح الأول: جاء من كوكب بعيد وكان من المفترض أن يكون محاربا شرسا. التلميح الثاني: كلما تعرض لهزيمة يعود أقوى مما كان. التلميح الثالث: لديه شهية لا تصدق ويمكنه أكل كميات هائلة من الطعام. التلميح الرابع: يستخدم طاقة خاصة يمكن أن تصل به إلى مستويات لا تصدق. التلميح الخامس: أحد أقوى المقاتلين في عالم الأنمي وهو دائما يبحث عن تحديات جديدة. الإجابة هي غوكو. الشخصية الخامسة. التلميح الأول: شخص هادئ لكنه يمتلك مهارات قتالية لا مثيل لها. التلميح الثاني: حلمه هو أن يصبح أعظم سياف في العالم. التلميح الثالث: دائما يحمل 3 سيوف ويستخدم أسلوبا قتاليا فريدا. التلميح الرابع: لديه مشكلة كبيرة في الاتجاهات فهو دائما ما يضيع. التلميح الخامس: أحد أقوى أعضاء طاقم قبعة القش. الإجابة هي رورونوا زورو. الشخصية السادسة. التلميح الأول: معلم نينجا عبقري ويعتبر من أقوى المقاتلين في قريته. التلميح الثاني: دائما ما يخفي نصف وجهه خلف قناع. التلميح الثالث: يمتلك الشاريغان رغم أنه ليس من عشيرة الأوتشيها. التلميح الرابع: يحب قراءة الروايات الرومانسية أثناء أوقات فراغه. التلميح الخامس: يعرف بلقب النينجا الناسخ. الإجابة هي كاكاشي هاتاكي. الشخصية السابعة. التلميح الأول: شخصية غامضة تعشق القتال ضد الخصوم الأقوياء. التلميح الثاني: لديه مظهر يشبه المهرج لكنه في الحقيقة خطير جدا. التلميح الثالث: يملك قدرة تجعل يديه تتصرف وكأنها علكة لزجة. التلميح الرابع: لديه ابتسامة مخيفة ودائما يبحث عن خصوم جدد. التلميح الخامس: أحد أبرز الشخصيات الغامضة في عالم الصيادين. الإجابة هي هيسوكا. الشخصية الثامنة. التلميح الأول: طالب مجتهد وذكي للغاية. التلميح الثاني: عثر على دفتر غامض يمنحه قوة خطيرة. التلميح الثالث: يستخدم ذكاءه لإخفاء هويته الحقيقية عن الجميع. التلميح الرابع: يعتقد أنه يمكنه جعل العالم مكانا أفضل بأسلوبه الخاص. التلميح الخامس: يعرف بلقب كيرا. الإجابة هي
لايت ياغامي. الشخصية التاسعة والتلميح الأول نشأ في عائلة قوية لكنه فقدها في طفولته. التلميح الثاني يسعى للانتقام ممن دمروا حياته. التلميح الثالث يمتلك واحدة من أقوى القدرات البصرية في عالم النينجا. التلميح الرابع يبدو هادئا وباردا لكنه يخفي مشاعر عميقة في داخله. التلميح الخامس منافس وصديق مقرب جدا من بطل القصة. الإجابة هي ساسكي أوتشيها. الشخصية العاشرة التلميح الأول نشأ في قرية فقيرة وكان يقاتل من أجل لقمة العيش. التلميح الثاني يتمتع بشخصية قوية وعزيمة لا تلين وهو دائما مستعد للقتال حتى في أصعب الظروف. التلميح الثالث في بداية مسيرته العسكرية كان يحلم فقط بالانتقام لموت صديقه المقرب. التلميح الرابع قدم تضحيات ضخمة ليصبح قائدا وواجه تحديات عدة للوصول إلى مكانته الحالية. التلميح الخامس رغم قوته وشجاعته يعاني من الصراع الداخلي بين احترام القيم والولاء للملك. هل استطعت التعرف عليه الآن؟ أخبرونا في التعليقات. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.